ولو أجمع العرب جميعا على أن يرضوا بوجود إسرائيل وبتقسيم فلسطين فلن ندخل معهم في هذا الاتفاق. من بعد ما قال هذه الكلمات الملك فيصل لقى المحي ديالو من على الخريطة ومن قبل أقرب الناس إليه، وكأن الرسالة كانت واضحة على أنه أي واحد كيبغي يعترض الطريق ديال هاد الناس ذو اللحايا والشعر المظفور كيلقى الحتف ديالو في رسالة واضحة من دعم الكيان. ولكن شنو الأصل وراء هاد الشيء؟ I'm in Israel and my brother come to pick me up with two dogs. Hey baby! See, I'm a little bit afraid from him. Let's go to surprise my mother. She don't know I'm here. تقدر تبان لكم هاد البنت عادية، تقدر تبان لكم أنها كدير فلوقات مع الأم ديالها والعائلة ديالها، لكن ما خفي كان ماشي غير أعظم بل صادم جدا. هاد البنت اللي كتشوفوها الآن وكتهضر بكل عفوية هي واحد تقريبا نسبيا مختلة عقليا، وكانت في الجيش المحتل والغاصب لأراضي الفلسطين. ولكن شنو اللي غادي يكشف الهوية ديالها الحقيقية؟ خلينا نشوفوا هاد الفيديو. This is Palestine flag, but this is not exist. 7 October, 1 year ago today. حتى لدابا أنني استوعبت أن اليوم 7 من أكتوبر، واليوم كيتذكروه هذوك الناس اللي عايشين وخاطفين الأراضي اللي ماشي هي ديالهم، وكيحتجوا على أنهم كانوا ناس ضحايا وكيلعبوا دور الفيكتيم اللي كنعرفوه. هذا الدور كيلعبوه بزاف ديال الناس اللي توكسيك كنعرفوهم وكتعرفهم نتايا في الحياة ديالك الشخصية. ما علينا. هاد البنت من قبل كانت كتنزل فلوقات جدا عادية وعفوية، بل أنها زارت عدة مدن ودول إفريقية بحال غينيا وبحال دوك المدن اللي فيهم الأفارقة وذوي البشرة السوداء بكثرة، اللي لحد الآن ما عرفتش شنو اللي أثيرها في هذيك الدول، ولكن السبب راه معروف وواضح جدا. ما علينا. هاد البنت أيضا أو امرأة خلينا نقولوا أو بائعة الورد زارت أيضا المغرب، وهنا فاش غادي يطلع لي الفيديو ديالها غنكتشف أنها من أصول مغربية ولكن يهودية. وبل الأخطر من ذلك أنها كانت مع الجيش الغاصب، بل أنها دوزات أنها فوتت المهام ديالها مع الجيش وخرجت بهذه العقلية اللي نقدروا نقولوا جدا منعزلة عقليا وجدا يعني ناوية على الخراب. فبعد ما شفت الفيديوهات ديالها البنت او هاد بائعة الورد كما كنسميها انايا، لقيتها كدير بعض الحركات اللي ما نقدروا نقولوا عليها مختلة عقليا وفيها واحد الانفصام في العقل ديالها، بل انها كتستغل الجسد ديالها باش انها تطلع المتابعين، حاجة اللي كيديروها بزاف ديال الانفلونسرز البنات في هذا الوقت. الاخطر من ذلك بحكم أنها ما عندهاش واحد الكمية ديال المتابعين من العرب بشكل كبير، وبحكم أننا نعرفوا أن تأثير المرأة ماشي كتأثير الرجل. مثلا إذا جاء عندك راجل وكان هو من الجيش أو كان من نقولوا من الكيان الغاصب ولا كان واحد الإنسان شرير، فأنت أوتوماتيكيا كرجل غادي تتفاعل مع ذاك الرجل حسب المنطق وغادي توقفوا عند حد. ولكن إذا جاءتك امرأة فأنت غادي تستعمل معاك الطاقة الناعمة، وكما كنقولوا غادي تردك شخص منبطح. ما كنعممش ولكن كاين بعض الرجال اللي فريمون كيتحكموا في ديك الغريزة ديالهم وكيتعاملوا مع المرأة بشكل موضوعي وما كتأثرش عليهم ديك الطاقة الناعمة. ولكن هذا الشيء كيجي من بعد تجارب ومن بعد ما احتكيت في الحياة وعرفت طبيعة المرأة كيفاش دايرة. هاد الإنسانة بحكم ما شفت من الستوريات ديالها كتحاول انها تانفلونسي الناس اللي عندها باش انهم يكونوا ضد القضيه، وحنا عارفين انه في هذا الوقت العدل ما بقاش والعداله ولات مجرد اشاعه ولات مجرد خرافه كنسمعوا فيها في الافلام، وان هذا العالم عادل، ولكن لا احد يكترث لوجودك عزيزي الانسان. لذلك المحنه اللي تحطوا فيها الاخوان ديالنا العرب هي واحد المحنه اللي تقدر انها تفوت على ماشي غير اخواننا العرب بل تقدر تفوت على اي انسان كائن ما كان. فهاد الاكزامبل خلينا نفوتو ونشوفوا الفيديو انصون. Guys, please don't forget the Israeli kidnap people in Gaza. If you bring them back home, the war will not exist. If we
care from Israel and Palestine. بصراحة الكاسيطة اللي كتعاودها كنا حافظينها، وديك الكاسيطة فقط كدوز في الأخبار وحتى هي حافظة هذيك الكاسيطة وبغات تفوتها للمتابعين ديالها. خلاصة القول بالترجمة وبديك الإنجليش المهرسة اللي عندها بغات توصل لكم أن الحرب أو لا the war اللي كاينة حاليا في المناطق الغزاوية وفي المناطق اللي كاينة في الميدل إيست واللي راها كتزيد كتوسع حاليا هي فقط كانت بسبب 7 أكتوبر، ولكن احنا عارفين أنه هذا الشيء فقط هراء، وهذا الشيء كامل راه كان اكزيستي من قبل، وأصلا احنا عارفين التاريخ ديال هاد الناس اللي ما يقال عنهم مصاصين دماء أو أكثر من مصاصين الدماء. لذلك هاد بائعة الورد جات هنايا على هاد المنصة وبغات أنها تبروباغاندي ديك الفكرة الخاطئة، ولا بغات أنها كما نقولوا تستحمر المتابعين ديالها على أن فعلا الغزاويين هما اللي كانوا السبب في هذه المعركة، لكننا كلنا نعرف الحقيقة. استغفر الله. من بعد ما بحثت في الحساب ديالها لقيت مجموعة من الفيديوهات المخلة بالآداب. هاد بائعة الورد أو بائعة شيء آخر تعتبر واحد الإنسانة اللي كما نقولوا بائعة الجسد ديالها وكتستغلو فقط باش تطلع البروباغندا ديالها على المتابعين وضعاف الشخصية. للأسف كاين بعض أشباه الرجال أقل ما يقال عنهم ناس فايتة عليهم الدغمائية، وناس عايشين في واحد الوسط اللي كيتيقوا وكي يطيحوا في هذا الفخ ديال القوة الناعمة. ملي المرأة كتستعمل الجسد ديالها فهو ما كيبقاش قادر أنه يفكر وكيتيق أي حاجة كتقولها. لذلك هذا المثال اللي فوتوا لكم اليوم ما هو إلا مجرد نقطة في بحر، وما أكثرهم وما أكثر هاد الأشكال وهاد الشكليات اللي كيبغيو بروباغندا يفوتوها على مجموعة من العرب. لكن يا عرب التكنولوجيا بين أيديكم لا تسمح للفكرة أن تدخل إلى عقلك بدون أن تجعلها خاضعة لامتحانات حتى تصدقها ولا تصدقها. بعض الأحيان عيناك ولا تصدقهم. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم. لا تنسى الاشتراك وأن ترسل الفيديو إلى أصدقائك ومن يهمه الأمر. تشاو.